يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الحلاوة، يا صباح التفاؤل. النهاردة وصفتي سهلة جدا. وكان زمان واحنا اطفال كده كنا بنجيب النايتي. انا عن نفسي انا كنت بحبه جدا وما زلت بحبه جدا. فانا قلت اعمله لولادي افرحهم بمقادير سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. عملنا قد 20 قطعة مع كوباية شاي بقى او نسكافيه. مش قادرة اقولك، بصي يعني انا عاملة الناحيتين عشان اللي ياكل من هنا يلاقي شكل واللي ياكل من هنا يلاقي شكل. بعمل الحاجة بحب، بعمل الحاجة لولادي عشان انا بحبهم. ببقى عايزة اعمل لهم يعني احلى حاجة في الدنيا. انا سهل اللي انا ممكن اجيب لهم جاتو حاجة حلوة الكلام ده، بس ليها فرحة لما انتي تعملي حاجة وتطلع حلوة وهم يشكروا فيها ويطلبوها منك مرة واتنين وتلاتة. جربوا الطريقة دي سهلة جدا. مقاديرها مش مكلفة. لو عندك هتقدري تعمليها لولادك دلوقتي مع كوباية شاي بقى او شاي بلبن او نسكافيه. يا سلام على الجمال والحلاوة. تعالوا نخش على المقادير ونشوف طريقتنا عشان تقومي تعمليها لولادك دلوقتي. مبدئيا كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول مقاديرنا واحنا شغالين تمام. دلوقتي هحط بيضة بدرجة حرارة الغرفة ونص كوباية سكر، هنضربهم في الكبة لحد ما لون السكر يبقى فاتح. وفي الوصفة دي استخدمي السكر يكون فاتح ما يكونش غامق عشان يدينا للكيكة لون فاتح ما تغمقش مننا. وهنا بصوا اللون بقى فاتح ازاي. ده اللون اللي انا عايزاه تمام. هنزل بقى ببقية المكونات بتاعتي اللي هي كوباية لبن وربع كوباية زيت، وهحط الفانيليا وهضرب تاني. هنا عندي كوبايتين دقيق تمام، حطيت عليهم معلقة كبيرة اللي هي زي دي مليانة بيكنج باودر. ما تحطيش الكيس كله عشان ما تعلاش مننا في الفرن، احنا مش عايزينها عالية تمام. والدقيق لازم يكون منخول اكتر من مرة لو تقدري. هنا بقى هنزل بالسوائل كلها اللي ضربناها زي ما انتوا شايفين ونقلب. ده القوام اللي احنا عايزينه لحد ما قلبت لحد ما الدقيق اختفى معايا تماما. هاخد قد 3 معالق من الخليط ده واحط عليهم كاكاو عشان نزين بيهم النايتي بتاعنا يدي شكل جمالي كده. لو مش عايزة تعملي الطريقة دي مفيش مشكلة، الخطوة دي مش عايزة تعمليها مفيش مشكلة. بس هتدي شكل حلو، هتشوفوا مع بعض الشكل عامل ازاي. بصي ده القوام اللي انا عايزاه. هاخد معلقة ونشوف هنعمل ايه. طبعا اي كيكة بنشغل الفرن من قبلها. زي ما انتوا شايفين خدت قد معلقتين كبار كده، هحط عليهم كاكاو وهنقلب. هنا عندي الصاج الامور ده دهنت زيت وحطيت، ما عنديش ورق زبدة. مش هعمل النايتي، لا هعمل. جبت ورق كراسة اللي هو كراسة الرسم الكبيرة ودهنتها زيت من فوق ومن تحت وحطيتها بالمنظر ده. هننزل بالخليط مع بعض وبقت بالشكل ده. لازم نسويها عشان تبقى لما تيجي تستوي تبقى كلها سوا واحد. ما عندكيش كيس حلواني زي حالاتي، كيس تلاجة، وهنحط الخليط اللي احنا عملناه ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان نزين ونعمل شكل جميل. اهو بصي تعملي كده. هكمل بقى بقية الصاج واوريكي هنعمل ايه الشكل الجمالي بقى. اهو زي ما انتوا شايفين نعمل بقى الشكل الجمالي اللي عماله اقول لكم عليه من اول الفيديو. نعمل كده. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. حاجه كده روعه الروعه. بصي الجمال. وتعملي ايه العكس برضو عشان تديكي شكل جمالي حلو. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو لايك بقى وكومنت عشان نعمل لكم وصفات حلوه كتير. شايفين الجمال؟ لوحه فنيه. دي طبعا ما دخلتش معاهم بس ايه اهي تمام. تحفة جدا.
والله لوحة فنية. بصوا الجمال، اللهم بارك. هدخلها الفرن، مشغلة الفرن على درجة حرارة 150، 10 دقايق، ونطلعها تبرد مع بعض ونزينها مع بعض. هنا بعد ربع ساعة، بصوا الجمال والحلاوة، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حاجة كده روعة الروعة، ومش مكلفة على فكرة. هسيبها تبرد وهشيلها من الورق اللي احنا حاطينه، وهنزينها مع بعض بمربى فراولة. بعد ما قسمت الخليط كده، الرسمة خليتها من تحت عشان يبقى الناحيتين فيهم الرسمة اللي احنا عملناها. هحشي المربى بقى واوريكي الشكل قبل ايه ما نحط الجزء التاني اللي هو ده عليها. كده بعد ما حطينا المربى زي ما انتوا شايفين، هحط بقى القطعة التانية عليها، وهقطع الحروف هسويها واوريكي الشكل النهائي. هنا بسوي الحروف اهي زي ما انتوا شايفين، واقسمها بقى. وهنا بعد ما قطعت النايتي الجميل، اللهم بارك، عمل الكمية دي كلها. ده كان اكتر من كده بقى، الحروف طلعت. وفي طبعا يوسف وملك واقفين لي عايزين طبعا يدوقوا. فده يعني ممكن المقادير دي طلعت مثلا ايه 20 قطعة معايا. اللهم بارك، طعمها حلو جدا وفي منتهى الجمال. يعني سهلة وهشة وطرية، مش قادرة اقولك على جمالها. الحشوات عايزه اقولك المتاح عندك او اللي بتحبيه. في ناس ما بتحبش المربى، ممكن تحطي شوكولاته، ممكن تحطي كريم شانتيه، ممكن تغيري نوع المربى تحطي اي نوع بتحبيه. بس النايتي معروف اللي هو بمربى الفراوله. جربوه وان شاء الله يعجبكم وينول اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.